المنتخب المغربي الرديف على موعد مع مواجهة مصيرية غدا ضد المنتخب السعودي. شنو خاص سود الأطلس باش يضمنوا العبور لدور الربع النهائي؟ واش نقدروا نتجاوزوا المنتخب السعودية؟ وفين كتبان قوة المنتخب السعودي؟ وأيضا شنو هي نقاط الضعف ديال هذا المنتخب؟ وشنو هي التشكيلة المتوقعة اللي يدخل بها طارق سكتيوي في هذه المباراة؟ هادشي كامل غنحاولوا نعرفوه في هذا الفيديو ان شاء الله. المباراة المقبلة حاسمة للمنتخب المغربي، غادي يواجه منتخب صعيب اللي هو المنتخب السعودي، وذلك في اطار الجولة الثالثة والاخيرة من دور المجموعات لكأس العرب المنظمة حاليا بدولة قطر. الماتش غادي تلعب غدا بداية من الساعة 6 مساء بالتوقيت المغربي. المنتخب المغربي كيكفيه التعادل، هي كتخصو نقطة وحدة باش يضمن التأهل مباشرة لدور الربع النهائي، حيث غيولي عنده 5 نقاط، وهي حصيلة ما يمكنش للمنتخب العماني يوصل لها حتى ولو فاز على منتخب جزر القمر. في حالة المنتخب المغربي أراد المرور في صدارة هذه المجموعة، لابد على العناصر الوطنية البحث عن نتيجة الانتصار في هذه المباراة، وهذا الشيء اللي أكده المدرب طارق سكتيوي، حيث قال المنتخب المغربي غادي يلعب على الفوز في هذه المباراة وغيلعب على صدارة المجموعة. الآن غنمشي وندويو على نقاط القوة ديال المنتخب السعودي. المنتخب السعودي كيحاول بشكل كبير انه يتحكم في الكرة، وكيحاول دائما انه يكون هو السباق وكيصنع الهجمة من الخلف وما كيخليش الكرة للخصم، وايضا كيبغي يتحكم في الريتم وفي الايقاع ديال المباراة. المنتخب السعودي كيعتمد بشكل كبير على التمريرات القصيرة من الدفاع نحو الوسط وصولا الى خط الهجوم، كيلعبوا بشكل كبير على الاطراف، وهذه نقطة مهمة للمنتخب السعودي، بحيث الهضيرة كيطلعوا بزاف في الهجوم باش يعطيو زيادة عددية، وكيعتمدوا بزاف على المهارات الفردية ديال اللعابة اللي في الجناح بحال سالم الدوسري باش يدخلوا للعمق ويسجلوا الأهداف، خاصة كما وقع في المباراة الأخيرة ضد منتخب جزر القمر. المنتخب السعودي كيلعب ضغط عالي، خاصة ملي كتضيع عليهم الكرة، ما كيتسناوش يرجعوا للدفاع، كيديروا ضغط قوي وعالي على الخصم في البلاصة اللي ضاعت فيها الكرة باش يرجعوها بسرعة، وهذا الشيء اللي كيخليهم يربحوا كرات في مناطق خطيرة قريبة من مرمى الخصم، وهذا الشيء اللي خاص طريقة سكتيوي انه يرد ليه البال مزيان، وايضا خاص اللاعبين ديال المنتخب الوطني المغربي يردوا ليه البال بشكل كبير. فيما يتعلق بالخطة اللي كيلعب بها المنتخب السعودي بقيادة المدرب الفرنسي هيرفي رونار، فغالبا كيعتمد على نقطة 4-2-3-1 أو 4-3-3. هاد الخطة كتعطيهم توازن بين الدفاع والهجوم، وكتخليهم ديما مسيطرين على الوسط، خاصة وكما ذكرنا في البداية أن المنتخب السعودي كيعتمد على شكل كبير على الاستحواذ وبناء الهجمة من الخلف. باختصار المنتخب السعودي كيلعب بواحد الأسلوب هجومي متحكم، وكيعتمدوا بزاف على السرعة والمهارة في الأطراف. الآن غنمشيو ندوي على نقاط الضعف ديال المنتخب السعودي. كما قلنا الهضيرة أي الظهير الأيمن والأيسر ديالهم كيطلعوا بزاف في الهجوم باش يديروا الضغط، هذا الشيء اللي كيخلي مساحات خاوية كبيرة وراهم، وهذا الشيء اللي ولا بد أن نستغلوه ونحاولوا نتفوقوا عليهم، خاصة كما قلت في المساحة الخاوية اللي غيخليها الظهير الأيمن والأيسر فاش كيطلعوا. نقطة الضعف الثانية للمنتخب السعودي فهي قلة التركيز، واللي كيوقع لهم مرة أخطاء فردية بسيطة كتجي من نقص في التركيز، خصوصا ملي كيكونوا ضاغطين. في الأخير غنحاول نعطيكم التشكيلة المتوقعة يدخل بها طارق سكتيوي. في حراسة المرمى غيحافظ على المهدي بن عبيد، في خط الدفاع كنتوقع أنه يدخل محمد بولكسو الظهير أيمن، في وسط خط الدفاع بوفتيني إلى جانب سعدان المساوي ظهير أيسر، في وسط الميدان أتوقع أنه يلعب بلاعبين ارتكاز، لاعبين وسط دفاعيين اللي هما حريمات وأنس باش، قدامهم غيكون وليد الكارتي، وفي الهجوم كنتوقع يكون البركاوي زحزوح، وأمامهم كرأس حربة طارق تيسودالي. كما قلت لكم هذه هي التشكيلة المتوقعة وليست التشكيلة اللي كنفضلها، وكنتمنى انه يدخل بها طارق سكتيوي في مباراة الغد ضد المنتخب السعودي.